أخبار النادي الإفريقي قبل مباراة نادي الصفاقسي يوم الأحد في ملعب الطيب المهيري. فرج عبد اللاوي حكم الساحة، مروان سعد المساعد الأول، وائل حناشي المساعد الثاني، أشرف الحركاتي الحكم الرابع، هيثم قيراط حكم فار، وسامي الشريد حكم الفار المساعد. الفريقين لعبوا مع بعضهم 134 مقابل، 56 فوز للنادي الافريقي، 57 تعادل و32 فوز للنادي الصفاقسي. سجل النادي الإفريقي 159 هدف، سجل النادي الصفاقسي 113 هدف. وفي موضوع طعن النادي البنزرتي، قام الفريقين في المثول أمام الرابطة للترافع في خصوص أيمن الحرزي اللي قام نادي البنزرتي البارح في تأجيل الحكم لغاية 12 فبراير لغياب الوثائق. يوسف بشا لاعب النادي الصفاقسي وقبل يومين من المباراة اللي كان طالب بفسخ العقد وتتبع فريقه قضائيا. وفي خصوص اللاعب البوركيني ألان كانتي، بعد الانتهاء من التحضير البدني شارك منذ يومين في أول حصة تدريبية جماعية. وهذه كانت كل الأخبار ما قبل المباراة. ما تنسوش لايك على الفيديو والاشتراك في القناة.